امبارح يا جدعان كان في زحمه على افتتاح مطعم هنا في المنشيه، لدرجه ان انا ما عرفتش اخش اشتري منهم اوردر، فجيني جاي لهم النهارده بدري اهو عشان نشوف الزحمه دي كان سببها ايه. فانا بقى جبت المنيو كله تقريبا من عندهم. تعالوا بقى نبدا اول حاجه بقى بالكشري. هو صراحه القعده حلوه جدا، تحس ان انا قاعد في مطعم برجر بس باكل الكشري عادي. هنحط على الصلصه الدقه بس كده. بصي بيدونا مع العلبه مستيكه، قلب 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 وكوب يا معلم. نحط بقى ايه الزيادات بتاعتنا. ده طبعا الكشري المثالي. الشطه دي حراقه قوي بس تسبيكه الصلصه خطيره. ممكن اقول لك ان ده اكتر كشري في اسكندريه شبه الكشري الكهرباء. فنخش بقى اللي بعده. ده منيو غريب شويه بالنسبه لمطعم كشري، لان دي سندوتشات سوري محشيه كبده وصدق وفراخ وبطاطس واسعارها غريبه. يعني ده مثلا سندوتش يا لهوي كبده بالبطاطس سعره 25 جنيه. لا احنا هنا بنتكلم سندوتش متوازن قوي. الخلطه بتاعت الكبده بجد خطيره، اللي هو يا ريتني جربت الكشري بالكبده ومشبع. لا مكتم مش مشبع. 25 جنيه انا اشتريت. فنخش بقى على سندوتش الصدوق. بص الصدوق ايتين في القلب عاملين ازاي. ده سندوتش ب 30 جنيه. حاسه سندوتش الكليات قوي بس الكبده احلى الصراحه. واخر حاجه معانا وهو بطاطس فراخ سوري. اكل حرش قوي يا جدعان. عاملين الفراخ بخلطه مختلفه تماما عن اي فراخ اللي قلتها قبل كده. واخر بقى حاجه هنجربها وهي سندوتشات الكبده والصدوق العاديه. القطعيه بتاعت الكبده لما تبقى تخينه كده عارف انك بتاكلي كبده عدله. الكبده بتاعته بالذات والله انا جايلها مخصوص تاني. اللي بيعمل كبده تحت ده معلم. تعالي نجرب كده الصدوق. هم عاملينه بفلفل ليه؟ صدوق حلو، فلفل محروقه قوي. ممكن اطلبه بعد كده من غير فلفل. عامه يعني المكان ده هو كشري ست عزيزه. المكان الكشري بتاعه نضيف، الكبده بتاعته خطيره. هتستنوا شويه بس هو الصراحه المكان زحمه يعني فهو يستاهل. هم دلوقتي عندهم فرعين، واحد في سموحه عند الميدان بتاع سموحه على طول، والتاني عند الجندي المجهول هناك عند